في الفيديو بتاع النهارده بقول لك ازاي تفتح جوجل ويوتيوب وكل وسائل التواصل الاجتماعي على التابلت بتاع الثانويه، سواء كان تابلت اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او اي تابلت عموما. وانا في الفيديو بتاع النهارده هشرح لك 3 طرق تقدر تفتح بيهم جوجل على التابلت، علشان لو في طريقه ما نفعتش معاك فالطريقه الثانيه هتنفع معاك، لو الطريقه الاولى والثانيه ما نفعوش معاك فالطريقه الثالثه كده كده هتنفع معاك. فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده. وانت عموما كمان لو وقفت معاك اي حاجه في الثلاث طرق اللي انا هشرحها لك في الفيديو بتاع النهارده فلازم تخش تكلمني على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، خش كلمني على طول واسالني على اي حاجه وانا على طول برد على اي حد ومش بتاخر على حد في الرد. بس الاهم بقى من كل ده ان انت لو اول مره تشوفني على اليوتيوب فانزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب، روح عليا كده بلايك كومنت فولو على انستجرام زي ما قلت لك، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. قبل بس ما ابدا في شرح اي طريقه من الثلاث طرق اللي انا هقول لك عليهم في الفيديو بتاع النهارده، انا عايز اقول لك حاجه، ان انا هشرح الثلاث طرق دول على التابلت بتاعي اللي انا همتحن بيه في اخر السنه، فانا مستحيل اضر نفسي، فبالتالي كده انت كمان مش هتتضرر، لان انا هشرح لك 3 طرق مهمه جدا وثلاث طرق مش هتخرجك عن النظام، وثلاث طرق ما فيهمش اي تهكير ولا اي خطوره خالص. فعلشان كده ما تدخلش تحت في الكومنتات تقعد تكتب لي بقى الطريقه دي هتخليني اهكر التابلت، الطريقه دي هتاثر على دخولي في الامتحان. انا دلوقتي حالا اهو قبل ما اشرح اي حاجه بجاوبك وبقول لك ان الثلاث طرق اللي انا هشرحهم لك دلوقتي هي طرق امان ومش هتاثر على اي حاجه وما فيهاش اي خطوره خالص على التابلت بتاعك. يلا بينا دلوقتي حالا بقى نبدا في شرح اول طريقه. اول طريقه هنشرحها وهي باستخدام جوجل كروم. هتخش على جوجل كروم بكل بساطه وهتفتح صفحه جديده وهتروح على خانه البحث دي، تمام؟ وبكل بساطه لازم تكتب معايا نفس الارقام والحاجات اللي انا هكتبها دي بالحرف الواحد وبالرقم بالظبط نفس ما انا كاتبها، علشان ما تجيش تقول لي تحت في الكومنتات الطريقه دي مش نافعه معايا، فتاكد ان انت كاتب الارقام بالظبط. المهم ان احنا هنكتب الارقام دي بالظبط كده 157.230.79.247، تمام؟ بكل بساطة هتكتب نفس الأرقام اللي ظاهرة قدامك فوق دلوقتي. وبعدين هتضغط على كلمة الذهاب، وبعد ما تضغط على كلمة الذهاب هيفتح معاك البروكسي بكل بساطة وبكل سهولة. وعندك هنا بقى جوجل ويوتيوب وفيسبوك ويكيبيديا ريدت انستجرام تيك توك تويتر وكل منصات وسائل التواصل الاجتماعي انت ممكن تفتحها بكل بساطة من هنا. لو انت عايز تفتح جوجل فبكل بساطة بتعمل زوم كده على كلمة بتاعت جوجل وهتضغط على جوجل وهتستناه كده يحمل شويه. وانت بتستنى كده ان هو يحمل معايا دلوقتي لازم تنزل تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو ده لو انت لسه مش عامل. واهو احنا بنستنى مع بعض، طبعا ده على حسب السرعه بتاعه النت بتاعك. اول ما يظهر لك بقى الواجهه دي فانت هتعمل كده بكل بساطه، هتنزل كده لتحت خالص لغايه ما يظهر لك قبول ورفض الكل، فانت هتضغط على قبول الكل. وبكده بقى بكل بساطه انت بقى معاك بحث جوجل تقدر تبحث عن اي حاجه انت عايزها. بمناسبه ان احنا في كاس العالم فممكن تكتب بث مباشر على كوره لايف، ده موقع جامد جدا انا بديهولك هديه كده من عندي تقدر تشوف عليه كل ماتشات كاس العالم. قبل بس ما ابدا في شرح الطريقه الثانيه والثالثه، لو انت مكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب فانزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب، دي حاجات اساسيه كده يا غالي انت المفروض تعملها وانت لسه مش عاملها، فانا هكون زعلان جدا منك لو انت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب. وكمان بفكرك ان انت لو وقفت قدامك اي حاجه في الطريقه الاولى او الثانيه او الثالثه فلازم تخش تكلمني على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، خش على طول كلمني وانا مش بتاخر زي ما قلت لك على اي حد في الرد. وبس كده خلينا نبدا في الطريقه الثانيه على طول. الطريقه الثانيه برضه هنستخدم فيها جوجل كروم، وهتروح كده على البحث بتاع جوجل وهتكتب معايا الارقام دي بالظبط، وزي ما قلت لك في الطريقه الاولى برضه لازم تكتب نفس الارقام اللي انا بكتبها، مش هتنقص رقم واحد ولا هتزود اي رقم، لازم تكتب الارقام اللي انا بكتبها بالظبط اللي هي 133.250.149. تمام؟ بكل بساطة بعد ما تكتب نفس الأرقام دي بالظبط اللي هي ظاهرة برضه قدامك على الشاشة دلوقتي، هتروح تضغط على كلمة الذهاب، تمام؟ وهتستنى برضو كده شويه لغايه اما يحمل معاك نفس صفحه البروكسي. فكده انت معاك طريقتين تفتح بيهم البروكسي، الطريقه الاولى لو ما نفعتش معاك فالطريقه الثانيه كده كده لازم تنفع معاك. وبرضو نفس الطريقه الاولى لو انت عايز تفتح جوجل فهتضغط على جوجل هنا، لو انت عايز تفتح يوتيوب تعالوا ما نجرب كده نفتح يوتيوب دلوقتي. وهتستنى برضو لازم برضو تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا لو انت لسه مش عامل، تمام؟ ادينا بكل بساطه اهو بنستنى ان هو يفتح، هيحمل اهو.
وبعد ما يحمل معاك هتستنى برده كده شويه لغايه ما يظهر لك الصفحه الطويله دي. هتقول لي ايه ده انت بتضحك عليا يا تميمي، يوتيوب مش راضي يفتح؟ هقول لك لا، بكل بساطه هتنزل كده تحت كده تعمل سوايب لغايه ما يظهر لك برده حته قبول الكل او رفض الكل. هتضغط بقى على قبول الكل، وبكل بساطه كده بقى هتستنى شويه لغايه ما يقول لك جاري حفظ خياراتك، لغايه اما يظهر معاك بحث يوتيوب وهيظهر معاك الصفحه الرئيسيه بتاعت يوتيوب. هتروح بقى على طول كده بكل بساطه على اليوتيوب وتبحث عن قناتنا عمر ALTAMIMY، هتبحث عن عمر التميمي. تمام. وبكل بساطة كده بقى تقدر تتفرج على كل فيديوهات عمر التميمي على شاشة التابلت الكبيرة، وتستمتع بقى بكم الفيديوهات التحفة اللي احنا منزلينها هنا على القناة. على فكرة انا مش بنزل بس فيديوز عن التابلت علشان الناس بتعرفني من فيديو التابلت وبتعمل سبسكرايب وبتجري ما بتتفرجش بقى على فيديوهات القناة. فانا عايز اقول لك ان انت خد لك لفة كده في القناة، هتلاقي فيديوز بقى عن الموبايلات. يعني بص، عيوب ايفون 14 برو ماكس، تجربة بوكو اف 4 احسن موبايل تقريبا للالعاب بسعر 7 او 8000 جنيه، عندك اوبو رينو 8، بوكو اكس 4 جي تي، موبايلات كتيرة جدا وسماعات بقى واكسسوارات وفيديوهات جامده قوي ورايقه قوي. فاعمل سبسكرايب وخد لك لفه كده في القناه، وانا متاكد ان انت هتستمتع فعلا بالفيديوز بتاعه القناه دي. كانت الطريقه الثانيه، تعالوا بقى نجرب مع بعض الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه والاخيره بقى، فاحنا برضو هنستخدم فيها جوجل كروم. وهتدخل بقى كده على البحث بتاع جوجل كروم على طول، وهتضغط بقى كده على الارقام اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. وزي برضو ما قلت لك في الطريقه الاولى والثانيه، لازم تكتب نفس الارقام بالظبط اللي انا هقولها لك دلوقتي. 1 6 7 نقطة 7 1 نقطة 4 3 نقطة 4 3. لازم تكتب نفس الارقام اللي انا بقول لك عليها بالظبط علشان ما تروحش في داهيه، وعلشان انت لو كتبت اي رقم تاني او رقم زياده او رقم اقل ممكن الطريقه ما تنفعش معاك والثلاث طرق كده خلاص تتكنسل معاك. فلازم تكتب نفس الارقام بالظبط اللي انا بقول لك عليها. بعد ما تكتب نفس الارقام دي اللي ظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، هتضغط على كلمة الذهاب. تمام. وبكل بساطة هتلاقي برضو موقع البروكسي ده بيفتح معاك. لو انت عايز تفتح يوتيوب جوجل فبرضو هتروح تعمل كده زوم كده على الكلمة اللي انت عايز تفتحها. عايز تفتح جوجل، علمتك برضو ازاي تفتح جوجل. عايز تفتح يوتيوب، انستجرام، تيك توك، تويتر، كل منصات التواصل الاجتماعي هتلاقيها عندك في الثلاث طرق تقدر تفتح بيهم. وبس كده يا جدعان، دي كانت احدث 3 طرق تقدر تشغل بيها جوجل ويوتيوب وكل وسائل التواصل الاجتماعي على التابلت بتاع الثانويه بتاعك. لو انت لسه مش عامل سبسكرايب فانزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس اللي جنب زرار السبسكرايب ده علشان في فيديو بعد ده على طول لازم تكون من اول الناس اللي تشوف. هيكون فيديو جامد جدا عن ازاي تنقل الصور والملفات من الموبايل بتاعك للتابلت بتاع الثانويه باحدث طريقه بعد ما قفلوا كل الطرق. وبس كده يا جدعان، كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو ده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس، سلام.